عايزاكم بقى هنا تملوا عينيكم في الجمال والحلاوة دي. ده ولا رقاق ولا جلاش ولا اي حاجة من اللي في دماغكم خالص، ولا رقاق طري ولا رقاق ناشف ولا اي حاجة. هقول لكم الاكلة الحلوة السريعة دي عملتها ازاي. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انا بنزله. بصوا بقى الحلاوة. انا كنت جعانه كده ومليش نفس لاي حاجه، وكان عندي بقى ايه المكون الحلو اللي احنا عاملين بيه ده العيش السوري. ايوه، ده العيش السوري اللي بنعمل بيه الشاورما. والله انا كنت هرميه، يعني هو بقاله فتره عندي في الفريزر وكنت هرميه. بس قلت طب حرام، وانتوا عارفين بقى الحاجه غاليه وكده، فانا جعت بقى فقلت ايه بقى، ماليش نفس لاي اكل. قلت لما اعمل بقى الاكله الحلوه دي. زي ما قلت لكم عندي المكون بقى هنا بتاعنا اللي هو العيش السوري. بجيبه كده كيس من عند بتاع الحلويات او اللي هم بيبيعوا الحاجات دي او الفران. عندي هنا بقى ايه، هعمل ايه، انا هسويه في الطاسه، ولا فرن بقى ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. هعمل الصينيه الحلوه اللي انتوا شفتوها، الاكله الحلوه دي هعملها في الطاسه على البوتاجاز من فوق. عندي جبن، عندي بضايه، عندي كام طماطمايه على قرن فلفل. بصي شكلها، بصي الرقاق، بصي مقطع ازاي وبايظ سوري العيش السوري. بصي مقطع ومهربد ومبهدل ازاي. زي ما قلت لك والله كنت هرميه، بس الصراحه استحرمت عشان الوقت اللي احنا فيه ده كل حاجه غاليه، والواحد ما بيجيبش الحاجه بالساهل دلوقتي. فلا شلتها وقلت خلاص هعمل بيها الاكله دي عشان انا جعانه وماليش نفس لاي حاجه. جبت طاسه دهنتها دهنه زيت حلو، وحطيت كده ورقه من المهربده دي وهي بصي برضو التانية مهربدة، بفردها على قد ما اقدر وما تخفيش خالص. كل القطعات والهربدة دي هتتدارى لما نيجي نسويها. تمام. بسويها كده في الطاسة، اكبر طاسة عندك كده مقاسها يكون حلو. وبين كل ورقة وورقة، انا دهنت الطاسة من تحت زيت، بين كل ورقة وورقة بحط كده معلقة كبيرة من الزيت عشان تبقى مورقة كده وحلوة. يعني بين كل ورقة وورقة بحط ايه، رشة كده من الزيت. عايزة تحطي ورقتين بس وتستكفي تمام. بس انا عشان سوري، انا عشان الورق زي ما انتوا عارفين عندي مقطع، فحطيت ايه 3 ورقات زي ما انتوا شايفين كده. عندي ايه بقى، عندي كانوا حتتين ستريبس كده يتامى في الفريزر، طلعتهم وقلتهم. العيال كنت قلالهم بطاطس وغضبوا على اخر وحدتين دول، رحت خدتهم. عندي جبن بقى مشكله رومي على موتزاريلا، على شيدر، اي جبنه عندك، حتى لو جبنه اللي هي الفيتا العاديه. وعندي هنا بيضه حط لها ملح وفلفل، انا قلت عشان تمسك لي بقى الحشوه دي. وعندي هنا طماطمايه على قرن فلفل سبايسي. بصي من الاخر كده اكله جامده. انا كنت هحط جبنه فيتا بس رجعت في كلامي، اهي العلبه حتى، فقلت لا كفايه قوي كده. هكمل بقى. هحط انا هنا هحط برضو 3 ورقات. بصي بين كل ورقه وورقه بدهن برش كده معلقه كبيره من الزيت. بصي شايفه الورق مهربد ازاي ومبهدل ازاي، ما تقلقيش خالص، كل ده هيتدارى واحنا بنسويها، والله ما تقلقي خالص. بصي اهي انا هنا حطيتها على البوتاجاز ووطيت عليها. خدت مني وقت قد ايه، خدت ربع ساعه. انا موطيه البوتاجاز مش معليه عشان ما تتحرقش. هفضل اضغط عليها كده عشان كل الحشوه اللي جوه تستوي معايا، يعني الجبن تسيح، البيضه تستوي. والله استوت وبقت زي الفل، وهوريكي الحشوه من جوه تحفه تحفه. عايزه تحطيها في صينيه ألمونيا وتدخليها الفرن مفيش مشكله براحتك، بس انا زي ما قلت لكم بقى بستسهل، وعايزه حاجه سريعه كده ومنقذه، وعايزه اكله كده تسعفني. والله كان عندي اكل بس ما كانش ليا نفسي ليه يعني، وكنت بقى عايزه اكل اي حاجه حلوه كده وسريعه، فقلت بقى اعمل الاكله الحلوه دي. جت في بالي كده وانا قاعده، قلت والله لا اعملها. قلت بقى عندي بقى العيش السوري ده، قلت اطلعه بدل ما كان هيترمي واعمل بيه الاكله الحلوه دي. ايه رايكم؟ بصي انا هنا سبتها تاخد وقتها، زي ما قلت لك انا موطيه البوتاجاز خالص مش معليه عشان تستوي معايا حلو.
وتاخد لون كده، وهتبقى مقرمشه من بره كده، كريسبي من بره ومن جوه كده، الحشوه كده سايحه كده، وطعمها كان تحفه. عندك اي حاجه حطيها في الحشوه دي، عندك لانشون، بواقي لانشون، بواقي جبنه رومي، فيتا، جبنه تلاجة، بصي اي حشو اي حاجه. انا قلت لك بصي انا بقل حاجه عندي، والله كان عندي حتتين ستريبس قطعتهم بعد ما سويتهم وحطيتهم، كام واحده بطاطس مقليه، فلفل مقطع، طماطم، اي حاجه، جبن، بصي قلبتها هي بكل سهوله. بصي عايزه اقولك ان انا مش هستكفى باللون ده، لا انا هرجع اقلبها تاني عشان تديني اللون ايه، محمر كده شويه. تمام، اهي قلبتها بكل سهوله، وهحرك فيها كده، وبرضو هضغط عليها. ما وقفتش معاكم خالص عشان اوريكم ان هي ما اتفتحتش وما بهدلتش الدنيا خالص، بالعكس. وكل الورق اللي كان مهربد من فوق ده في الاخر، لان انا ما كانش عندي ورقه سليمه طبعا عشان اقفل بيها العيش السوري ده، ما كانش عندي ورقه سليمه منه. تمام، فطبعا كان الورق كله مهربد من فوق ومفتوح، بس بامانه والله ولا اتفتحت، وهتشوفوا بعينيكم ولا اي حاجه، مجرد ما حطيتها كده وقلبتها مسكت نفسها وكل الورق قفل. ايه رايكم بقى في الاكله السريعه دي؟ يلا جعانين، ولادك جعانين وزهقانين بقى من الاكل زي كده ومش عارفين ياكلوا ايه، يلا بسرعه تعالوا نعمل الاكله الحلوه دي. ممكن تعمليها على فكره برقاق طري، ممكن تعمليها برقاق ناشف، على فكره انا عندي رقاق ناشف يعني كنت واخده منه كميه وعندي بقيته. بصي بصي لما اهي قلبتها تاني، بصي دي اللي كانت ورقه مهربت خالص، دي اللي كانت من فوق. بصي بصي عامله ازاي، بصي الورق كله لم وقفل ازاي وبقى كريسبي كده وحلو، شايفين؟ بجد تحفه والله، ما قفلت خالص. سوري والله ما فتحت خالص ولا وقعت الحشوه اللي جوه، بجد كانت تحفه. اهي هقلبها تاني اهو. عندي زي ما قلت لكم رقاق اللي هو الرقاق الناشف. تمام، فهعمله برضو معاكم بطريقه حلوه. الرقاق الناشف هنعمله بحشوه كده غير اللحمه المفرومه خالص، هعمله بصي بصي كريسبي قد ايه، سمعتي صوتها؟ اللي يشوفها يقول عاملين صينيه جلاش. وهي ولا جلاش ولا حاجه، ده عيش، العيش السوري اللي بيعمله شاورما. انا طبعا زي ما قلت لكم ولا عملته بقى سندوتشات شاورما ولا اي حاجه، لا بصي عملته اكله كده حلوه، تنفع بقى في عشوه كده سريعه والله كمان، وتنفع في غدوه وتعملي جنبها بقى البانيه مقلي، بتبقى حلوه قوي. بصي بصي حلوه ازاي، وبصي الحشوه جوه سايحه كده، والبيض كده استوى كمان، والله مش باين خالص خالص ولا اصلا طعمه باين. بجد الميكس ده مع بعضه كده رهيب، طعمه كان خطير بجد، ما قدرتش اقاوم. بصي مورقه كمان ومش عجينه خالص ولا اي حاجه، بجد حلو قوي. جربوها بقى وقولوا لي رايكم ايه. بصي بصي عامله ازاي، بصي الورق كده مورقه وحلوه اهي، من حاجه والله كنت هرميها عملت بيها اكله سريعه وحلوه. وزي ما قلت لك وطي عليها البوتاجاز خالص عشان تستوي والحاجه اللي جوه تسيح كده وتبقى كويسه، يعني ما تبقاش الجبن لسه ما ساحتش وكده. انا هنا بقطعها بقى اهو عشان تبقى سهله كده وسريعه في الاكل للولاد. وهقرب برضو الكاميرا هوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بصي الحشوه تحفه، ولا لحمه مفرومه بقى ولا الكلام ده، لا حاجه كده خفيفه وطعمها تحفه. بصي بصي مورقه ازاي، اهي. وده شكلها بقى كمان من قريب، حبيت بصي لونها، بصي لونها حلو وتحفه ازاي والله، ومقرمشه كده من بره،
ياه، بصي انا جوعت تاني. حلوة خالص خالص، بألف هنا وشفا. جربوها، يا رب تعجبكم وتكون الطريقة كده سهلة وسريعة عليكم وتكون عجبتكم كده وتتشجعوا بقى ويلا قوموا اعملوها. بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي كل. يلا بقى ما تنسونيش باللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انا بنزله، وعشان كمان تشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. اشوفكم بقى في فيديو جديد واقول لكم ايه. يلا ما تنسوش اللايك. مع الف سلامة.